السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمعي أختنا الكريم، أولا أنا ما حاسبت أحد. أنا قلت أنني سأخرج طبعا لأنه تكرر الأمر أكثر من مرة. لو كنت أنا محاسبكم لوضعت اللوم عليك أو على الإدارة، أنا لم أضع اللوم على أحد، هذا أولا. ثانيا، لو كنت أنا محاسبكم لألغيت الاتفاق، أنا ما ألغيت الاتفاق. أنا قلت اذهبوا إلى أي مكان مجموعتكم في البروفايل للشيخ، البروفايل تبعك، وين ما تريدون، أنا ما عندي أي مشكلة. بالتالي أنا ما ألغيت أي اتفاق، صدقيني. فأرجو أن تتفهمي الأمر من هذا الجانب، انظري له من هذا الجانب فقط. وهذا الذي أنا فعلته في مجموعة البنيان المرصوص. أنا وضعت أناس جيدين، وكل من يدخل من الشيعة يتجاوز. أنتم ما تعرفون شنو الذي أفعله، حتى منشوراتهم أنا أقرأها اللي تنزل. فأي منشور يمس ولو يعني فد مس مطقع من دون دليل، إذا كان المس بدليل يعني من باب أنه يبين أو يكشف حقيقة يلتزم بها المخالف، فنطح الدليل بالدليل لا إشكال فيه. أما أنه يتجاوز ويتهكم ويستهزئ، ما أسمح للمنشور. لذلك يعني ما أسمح أنا أنزله. وإذا دخلت في يوم وجدت أنه منشور مفعل، رأسا أمسح. فهذا اللي أنا أتصرف فيه. أما المجموعة عندكم، صدقيني، حتى الشيخ عادي وما أعرف شو اسمه، الشيخ خالد أبو عادي أو ما أتذكر اسمه، في يوم من الأيام قال تفضل ناظرني. أنا لأنه سابقا كانت أنا أقرأ له سوابق فيما كان يكتب حول الإمام المهدي، ولذلك لم أقبل أن أناظره. ودعاني في مرة المناظرة لم أقبل، قلت له تفضل ناظر صوتيا إذا أنت تريد. المهم، أنا وضحت الأمر جيدا، يعني أرجو أنه تتفهموا الأمر، ومو القضية مجموعتكم. يعني القضية من كان موجود فيها وصار مثل ما يقولون الضرب بالعظم. يعني أرجو أن تتفهم الأمر من هذا الجانب، لا أكثر ولا أقل. واختاروا أي مكان أكون بخدمتكم، أي مكان أكون بخدمتكم. وكرر المرة الثانية. شوفي أختنا الكريمة، حتى الشيخ أبو ذر أنا أحترمه حقيقة، لكنه يعني كل إنسان له رواسب. حتى الشيخ عنده في البروفايل عنده من ذكر نعمة الله الجزائري قال رافضي خبيث، لأنه ذكر قضية تخص عمر، وبينت له أن هذه القضية لم يذكرها هو بل ذكرها الطبراني. ومع هاي أنا ما اختلفت نظرتي عليه، لأنه أكو في رواسب عند الناس، وكل إنسان يتحرك وفق أيديولوجية خاصة به. المهم، مع هذا أنا أريد أن أتحاور بالحسنى، لأن الحوار بالحسنى يجلب المنفعة لكثير من المستمعين أو لكثير من القراء، لكن يجب أن تكون على ركائز. وهذه الركائز يعني ما أقدر أقول إلا أنها مفقودة يعني في كثير من الأماكن. المهم، اسمع التسجيل الآخر. تفضلي في البروفايل تبعك، مع اني كنت انا ما انا وانت اصلا ما كنا نلتقي في مكان. يعني ما عندي مشكلة اناظر الشيخ في البروفايل تبعك. افتحي انت منشور، اعلميني قبل ساعات، اناظر الشيخ في البروفايل تبعك. ما عندي مشكلة، مو مناظرة واحدة، خليها ثلاثة لخاطرك في البروفايل تبعك، او في البروفايل تبع الشيخ ايضا ثلاثة لخاطركم انا. يعني وان كنت انا لا احب الكتابة كثيرا وعندي التزامات كثيرة، حتى ترون اني يعني انا يعني كريم في هذه القضايا. بروفايل تبعك، بروفايل تبع الاخت رنا، او مال الشيخ، او مجموعة اختاروها شوية تكون فقط للمناظرة واخرج منها، يعني حتى ما اثير الشوشرة.
أختنا أنا ما ألعن رموزك، أنا أذكر ما مذكور في كتبكم أنتم، وألتزم بالآيات الكريمة القرآنية حصرا. فإذا ورد الدليل بلفظ صريح ووجدنا الآيات تبين أن هذا الدليل عواقبه تكون هكذا، لا بأس أنني أذكر. لكنه موضوع سب وشتم، لا أختنا، لا بعيد أنا عن هذه المسألة، إلا أن تصل القضية للعظم، فبالتالي ما أستطيع أن أسكت لأحد، والله يعلم أنني ما أحب أن أسب أحد أبدا، ما أحتاج، يعني ماكو داعي، ما في داعي أنه إنسان يسب على شنو. أذكر مساوئ مثال بتكفي. أختنا العزيز، أنا بينت اللي عندي بمكان واحد، راح أعطيكم 3 عندكم، وأنا أكتفي بواحدة فقط. شوفي بالبروفايل تبعك، بالبروفايل تبع الشيخ، في مجموعة تخصكم مرة ثانية، أنا حاضر. هذا كم خيار صار؟ بروفايل تبعك، بروفايل تبع الأخت رنا، البروفايل تبع الشيخ، في مجموعة تخصكم أخرى أيضا أكون بالخدمة، وستكون لكم أكثر من واحدة، لكم 3 عمي مو واحد، أما عندنا فواحدة أنا ألتزم. هذا الذي عندي إن شاء الله تعالى، وهذا كرامة لكم، لكرامتكم أنا فعلت هكذا، والله يعلم أني أكره الكتابة كثيرا. موفق إن شاء الله. دمتم، والسلام عليكم.